أسرار صفقة بيع محمد مرسي وكواليس أخطر اجتماع الساعة 9 الصبح قبل 30 يونيو لما البابا والسيسي وشيخ الأزهر قرروا الفتح على مرسي قبل 30 يونيو. تبدأ الحكاية يوم 30 يونيو 2013. الساعة كانت وقتها 9 الصبح والبلد كلها على أعصابها وكله بيسأل هل المصريين هينزلوا النهاردة ولا الناس تفضل في بيوتها. في الوقت ده النائبة منى مكرم عبيد كانت في طريقها لبيت الوزير الأسبق حسب الله الكفراوي، وأول ما وصلت منى لبيت الكفراوي لقيت حوالي 20 شخصية عامة، ناس من مختلف الاتجاهات وكلهم جايين من غير ما حد فيهم عنده فكرة واضحة هو الكفراوي كلمنا نيجي نجتمع ليه. الكل وقتها كان مستني الكفراوي يتكلم، اللي ساعتها قال لهم بوضوح يا جماعة أنا بتواصل مع الفريق وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي والبابا تودرس والشيخ الازهر احمد الطيب، وكلهم اتفقوا معايا ان الوضع خطير وان لازم نتحرك بسرعه ولازم نصدر بيان مشترك نطالب فيه الجيش بتدخل عشان نمنع اي حرب اهليه، ونطالب الجيش انه ينفذ اللي قاله في بيانه الاول لما حدد المهله 7 ايام للاخوان، لو ما سمعوش الكلام وتوافقوا مع الشعب هيخشوا هما. منى وقتها بتحكي انها شافت ان الفكره منطقيه والجميع وقتها وافقوا على الفور، وفعلا صدر البيان وكان بيطالب وقتها محمد مرسي بتأسيس مجلس رئاسي مؤقت وتشكيل حكومة من الكفاءات يقودها شخصية وطنية وإجراء انتخابات نزيهة على مستوى الرئاسة والبرلمان والمحليات، والأهم من كل ده التدخل السريع للجيش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن الاجتماع ده بعد الإطاحة بمرسي استخدمه الإخوان كدليل ان اللي حصل في 30 يونيو انقلاب وكان معد كويس، وان الاجتماع ده دليل لصفقه بيع مرسي. لكن منى مكرم عبيد ردت وقالت ان الاجتماع ده حصل الساعه 9 الصبح يوم 30 يونيو قبل حتى ما الناس تبدا تنزل الشوارع، بالعكس كان اجتماع مجازفه من كل الحاضرين لان ما كانش حد متاكد هل الشارع هيتحرك وقتها ولا لا. فالاجتماع ده ما كانش انقلاب، ده كانت محاوله لحمايه البلد. هنا بقى نروح لشخصية تانية مهمة في المشهد وفي الاجتماع ده، البابا تودرس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية. البابا كتب في مذكراته سنوات من محبة لله والوطن عن علاقته بمحمد مرسي، وحكى عن علاقته بمحمد مرسي وقال ان الحكاية تبدأ أول ما تم اختياري للكرسي البابوي، وأثناء التحضيرات لحفل تنصيبي تم دعوة مرسي لحضور الحفل، ومرسي فعلا وافق في البداية، لكن بعد ما البابا خرج بتصريحات يعترض فيها على بعض مواد الدستور وجه انتقادات لهجرة الأقباط المتزايدة وقت حكم الإخوان، مرسي وقتها رفض الحضور. البابا بيقول في مذكراته إن غياب رئيس الجمهورية عن حفل تنصيبي كان له تأثير نفسي كبير جدا على الأقباط، لكن رغم كده أنا تجاوزت الخلاف ده والمشكلة دي ورحت بنفسي مع وفد من الأساقفة لقصر الرئاسة شكرت فيه مرسي على توقيعه قرار تعييني وهو قرار روتيني. مرسي وقتها رد عليا وقال لي لا شكر على واجب، انت اختيار رباني. البابا بيقول في مذكراته انا ضحكت في سري وقلت وانت اختيار اخواني. لحد كده العلاقه كان شكلها طبيعي وما فيهاش اي مشكله، لكن بدات العلاقه تاخد اتجاه تاني لما جه رئيس الديوان محمد رفاعة الطهطاوي للبابا وقال له ايه رايك تتصور مع مرسي وننشر الصور دي في الجرايد عشان نطمن الناس ان العلاقه بين الكنيسه والرئاسه ممتازه. البابا بيقول في مذكراته انا ردي كان قاطع وقتها، قلت له يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ انت عايزني اكون مجرد ديكور؟ لا طبعا مش ممكن بابا الكنيسه يكون مجرد ديكور، انا مش هقبل ده. وبيقول البابا ان من هنا بدات العلاقه تسوء بيني وبين مرسي، رغم ان كان في زيارات كتير جدا لقيادات وشخصيات محسوبه على الاخوان، لكن البابا بيقول برضو ان انا بدات احس ان في ناس بتيجي مش عشان تزورني او تهدي العلاقه بيني وبين مرسي، لا ده جايه عشان تكتب تقرير عن الكنيسه. وفي لحظه فارقه حصل اعتداء على القدريه المرقسيه، وقتها اتوترت العلاقه اكتر، خاصه لما مرسي كلم البابا وقال له اللي حصل ده اعتداء على شخص. البابا وقتها بيقول في مذكراته انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، كنت حاسس ان هو مقصر في الكلام ده. وبيقول كتاب شهاده لبابا تودرس ان البابا وقتها صعد تصعيد كبير جدا ودخل في قناه مسيحيه
وقال جملة شهيرة: لأول مرة في تاريخ مصر يتم الاعتداء على مقر بابا الكنيسة. واللي حصل ده عليه علامات استفهام كبيرة جدا، وكان في تقصير أمني واضح. وفضلت العلاقة متوترة لغاية ما قرب يوم 30 يونيو. مرسي وقتها حس إن في مشكلة هتحصل، فقال ألعب بكارت التهدئة، وكلم البابا وشيخ الأزهر وقابلهم وقال لهم: انتوا عايزين ايه مني؟ البابا وقتها قال له: احنا عايزين عدالة في القرارات. انا عندي بنت مسيحية اسمها دميانة اتحكم عليها ب100,000 جنيه غرامة واتحبست عشان تجاوزت في حق الاسلام، وفي نفس الوقت في شاب تجاوز في حقنا واتغرم 5000 جنيه بس. مرسي وقتها رد بمنتهى البساطة وقال له: الموضوع بسيط جدا، انا هدفع لكم 100,000 جنيه من جيبي. بابا بيقول في مذكراته: انا اتفاجئت وقتها من رد فعله، وعرفت ان الرئيس ده مش فاهم ابعاد كلامه، وانه خلاص ايامه انتهت. وبيكمل بابا بيقول: انا قلت له انا مش جاي اخد فلوس ولا حاجه، انا بعرض مشكلتي. وفهمت وقتها ان الراجل ده مش مؤهل للمنصب اللي فيه. كمان شيخ الازهر اتدخل واتكلم في اللقاء ده وقال لمرسي: اللي بيحصل في الازهر ده مش مقبول، في ناس بتغلط من عندكم بشكل علني في الازهر، وفي طريق مفتوح للشيعه، وده بدأ يصير قلق عندي. لكن مرسي كان وقتها بيرد بهدوء غير مبرر، وساعتها البابا سأله: ايه اللي هيحصل يوم 30 يونيو؟ مرسي رد عليه بمنتهى الاستهتار وقال له: هيجي بعد 1 يوليو وبعد 2 يوليو، يوم زي اي يوم في السنه. البابا وشيخ الازهر وقتها قرروا يخرجوا من الاجتماع، وهم بيقولوا لبعضهم: واضح ان ايامه قربت تخلص. وفي يوم 3 يوليو البابا جاله اتصال من الجيش لحضور اجتماع عاجل. البابا كان وقتها في كينج ماريوت، فاعتذر للجيش وقال لهم: انا مسافر، صعب احضر الاجتماع بعد الساعه. لكن رجعوا اتصلوا بيه وقالوا له: في طياره هليكوبتر هتيجي تاخدك دلوقتي، وما تقلقش شيخ الازهر نفسه جاي له نفس الطياره. فعلا راح البابا في الاجتماع اللي كان علامه فارقه في التاريخ، واجتمع مع الفريق السيسي وشخصيات وطنيه تانيه. السيسي اول ما اجتمعوا سال كل واحد من الموجودين عن اقتراحاته لحل الازمه. البعض قال انتخابات رئاسيه مبكره، البعض قال ندي مرسي مهله، لكن في النهايه تم التوافق على بيان وطني موحد. والبابا بيقول ان كل شخص اتطلب منه يكتب كلمته، وانا كانت كلمتي الارتجاليه قررت اني ما اكتبهاش، لكن لما اقف اتكلم براحتي. دور البابا لدعم 30 يونيو والسيسي ما وقفش لغايه كده، لكن كان له دور خارجي كبير جدا. في سبتمبر 2013 زار وفد من الكونجرس الامريكي البابا وساله: اللي حصل في مصر انقلاب ولا ثوره؟ البابا بكل ثقه قال: اللي حصل في مصر كانت ثوره شعبيه، والكنائس عندنا اتعرضت لاعتداءات ممنهجه، ومصر كانت على حافه الفوضى. وقعد يحكي لهم بالصوت والصوره كل كنيسه حصل لها ايه. كمان البابا قابل كاثرين اشتون المسؤوله العليا للاتحاد الاوروبي، ودي ليها دور تاريخي جدا ومهم بعد 30 يونيو، وحاولت تلعب دور لصالح الاخوان وضرب 30 يونيو. المهم البابا كان كشف شخصيتها واهدافها، وقال لها بمنتهى الوضوح: الكنيسه تدعم خارطه الطريق الجديده، والشعب كان في حاله توافق كامل مع اللي حصل في 30 يونيو. وهنا بتنتهي القصه. لكن السؤال دلوقتي: هل محمد مرسي اخطأ ولازم انصاره يعترفوا بكده، ولا فعلا زي ما بيقولوا اتباع؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناه يوتيوب وقناه